السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم بنات؟ إن شاء الله تكونوا تمام الصحة يا رب. جيت اليوم وياكم فيديو جديد ومشاركة مختلفة عن اللي قبلها. طبعا هذا الفيديو راح أنوه على شيء إنه صار له تقريب شهر ونص أو شهرين أني أسوي بيه وأصمم لكم يعني لجل عيونكم. هذا بيت أهلي. راح يرممون كل شيء وراح حبيت أشارككم إياه خطوة بخطوة. قبل شهر محرم أني أبى مبلشة وأصور لكم. طبعا هاي هنا الغرفة الجوة. شوفوا شلون يعني هنا معاناة صدق، يعني معاناة قوية. هاي هنا كان منزع راح نسوي مطبخ حار أسسنا له، وقلت أشارككم هاي المشاركة الحلوة وتعبت لعيونكم بهذا الفيديو، ومثل ما تعبت لكم اتعبولي وخلولي لايك ومشاهدة كاملة و... واللي ما فعل زر الجرس ويشوف فيديوهاتي لأول مرة إن شاء الله ما تكون آخر مرة تفعلون زر الجرس على الكل. هاي هنا المطبخ، وهاي هنا كل غراض الغرفة نقلناها بالهول. يعني صارت يعني تعب مو طبيعي، وخصة هذا اليوم هنا بلشوا الولد يعني يشتغلون بالدريل. راح يوخرون كل هاي الرطوبة بالحائط لأن راح غيرنا السيراميك، فلازم هاي الرطوبة كلها تتوخر. وطلعنا النضد مالت الهول برا بالشمس راح نشمسه بين ما نكمل هاي يعني الشغل الجوا. طبعا حبايبي كل بيت كل بيت موجود اكو فد شي إله طعم بهذا البيت أو شمعة منورة هذا البيت. فإحنا بيتنا شمعته والنور مالته هو وجود أمي. الله إن شاء الله يحفظها ويحفظ كل أمهاتكم. طبعا لو شنو قد ما أحكي لكم عن أمي شي يعني راح يكون قليل بحقها. يعني صدق لو قالوا يعني هو الجنة تحت أقدام الأمهات، لكن أمي أكثر من هذا الشي والله تستحق، لأن هي صارت لنا أب وأم وكل شي بالدنيا. هي صارت لنا أمي وعوضتنا عن هواي أشياء، وضحت بهواي أشياء تخصها في سبيل إنه إحنا نظل مرتاحين وما ننغث أو شي. أريد الله يطول بعمرها وينطيها الصحة والعافية. هاي طبعا صارت دنيا الليل او لا مو دين الليل وانما ثاني يوم، لان هو اللي قلت لكم فيديو كلش طويل. هاي ثاني يوم ما اعرف ثالث يوم التصوير صار هذا الحمام هيجي. بس صبغوه والقاع بعد ترابه مثل ما شفتوا المطبخ الحار سوينا السيراميك مالته. وهاي الرايات مال ابو عبد الله علقناها. قلت لكم لان هو الفيديو قبل محرم حتى ناسية. هاي راية ابو فاضل العباس سلام الله عليه. حبيت أصور لكم ما أعرف هيك عجبني يعني فقلت أصور لكم إياهن أيضا. هاي هنا يعني يوميا احنا هذا تنظيف يعني بعد ما تروح العمال نجي ننظف. ثاني يوم نفس الوضعية ترجع هيجي، بس ما نقدر نعوفه لأن الشغل يتكاثر وتندمر يعني الكاشي والبيت كله يندمر بالصبغ والسمنت والجوز. فلازم بهاي الطريقة يوميا نسوي هيجي يعني، وكل الموجودين وإخواني نتعاون ونظل ننظف نسوي نوخر كل شي بيه وبعدين نغسله. أي فالحمد لله والشكر رغم هذا التعب كله كانت النتيجة حلوة تجنن، وأكيد أنتم وياي راح تشوفونها. طبعا هاي يعني هنا أنا وزوجة أخويا ظلينا ننظف، حتى والدتي هم يعني ساعدتنا لأن تعب كلش تعب وتنظيف يراد هواي فساعدنا كليتنا. بس يعني مثل ما قلت لكم كانت النتيجة حلوة وبين الشغل واو صار. هاي هذا ننظف بعدنا راح نغسل الدرج همينة. هاي هنا بلشنا نغسل الدرج لأن كان عليه اسمنت وإنقاذ وهذه فظاعة. بعد ما نظفوه الولد بدينا احنا نغسله.
جلفنا جلفة معدلة. هاي هنا جينا للحمام، قلنا خلنا نغسل السيراميك لأن وقع عليه همينة صبغ وجوص وهاي، والسيراميك كله غسلناه لأن هو جهز الشغل، بس بعد تنظيف ما قدرت يعني أصور لكم كل شي. صار مثل ما قلت لكم شهر ونص أو شهرين أني أصور. هاي هنا دلة بالبيبان أيضا لمعناها لأن شو عمرك يعني منتقلين من بيت ثاني هيجي، يعني صار كلش تعبوا وخطية ويعني بذلوا جهد، لكن الحمد لله وشكر رب العالمين ما ضيع تعبهم، وصار يعني الشغل حلو ونظيف يعني كل مكان بالبيت صار نظيف وشكله حلو. هاي هنا الجام همينة ما خلينا شي، ما يعني اشتغلنا ونظفناه. طبعا يعني بنات انتم وين ترتاحون أكثر، بيت أهلكم ولا ببيتكم؟ أنا يعني شقد ما أرتاح ببيتي، بس من أروح يم أهلي وأشوف قعدتنا وسوالفنا وهذي لا، أرتاح ببيت أهلي. هاي هنا جبنا مالت الحمام الغراض والدوش مال الحمام الفوق والجو، ما صورتكم أنا الفوق أي طبعا. هاي هنا الهول، هاي الهول آخر مرحلة كان لون الهول وردي، ما صورت لكم، نسيت أصور لكم لونه بالبداية كان وردي. هاي هنا بيضو، وهاي السكلات بعدي موجودة، هاي بعد ما راحوا العمال صورت لكم. وهاي هنا بعد ما كمل كل شي على 24 حباية، قلت خل أصور لكم اللمسات الأخيرة أو اللحظات الأخيرة بالفيديو. وهاي هنا راح أدخل بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا شكل البيت النهائي كملناه، ولو لا بعد اكو شغل هو، بس اني استعجلت قلت لازم انزلكم فيديو لان صار لفترة كلش طويلة. ستائر كلها غيرناها جبنا جديد، وقلنا طالما ان كملنا البيت فجبنا يعني غيرنا مثل ما قلت لكم. هذا شكل الهول مثل ما قلت لكم كان وردي لونه وسيراميك مبي، فخلينا سيراميك وغيرنا لونه. وهذا الكائن النايم نريد نبيعه الله يحفظه، هذا ابن أخويا. وأحلى شي ببيتنا هي هاي الصورة، صورة والدي ألف رحمة على روحه. هاي كملت تصوير الهول، راح أدخل هسه للصالة والمطبخ. هذا المطبخ اللي كان يعني موجود مال بيت أهلي، هسه هنا يعني شلنا الطباخ فخلينا بس الكاونتر والثلاجة والسنك. وبالمطبخ الحار بعدنا ما مخلين سنك، يعني قلت لكم بعد اكو شغلات. المطبخ الحار بس خلينا بيه الطباخ حاليا. ان شاء الله بالايام اللي جاية راح نرتبه ونخلي الانارة ونخلي السنك هناك سنك ثاني طبعا. هاي هنا الحمام شكله، طبعا تتذكرون شكله شلون كان ببداية الفيديو، يعني ولا كنت متخيلة انه اوصل هاي المرحلة واصور لكم، بس الحمد لله والشكر. اللي يوصل هنا بالفيديو لا ينساني باللايك والاشتراك ودعم القناة، مثل ما أتعب لعيونكم وأنتم وياي كل لحظة بلحظة أريدكم تخلولي لايك حلو مثلكم. هذا المطبخ الحار قلت لكم عليه مخلين هسه احنا بيه بس شنو الطباخ، فبعدنا يعني ما مرتبين السخان راح ينشال والطباخ يتغير ونرتبه، وأكيد أنزلكم فيديو بهذا الشي. وهاي هنا هاي الصورة كلش أحبها. وهسه راح أدخل غرفة والدتي، يعني المكان المقر اللي نستقر بيه احنا طبعا كل ما نتجمع احنا هنا بالغرفة نقعد، لا بالصالة لا بالمطبخ لا بالهول، نجمع بالغرفة، ما أعرف نحس بيها الأمان. وهيج حبايبي كملت كل تصويري، ولهنا راح أنهي فيديو اليوم وياكم. انتظروني فيديوهات ومشاركات جديدة، ويا رب يعمر كل بيوتكم ويعمر بيتنا بحق الحبيب محمد. مع ألف سلامة.